3. التفسير السليم للحياة والتطور الاجتماعي النابعين من الهلال الخصيب. يتعلق هذا الموضوع الذي جهدت لإيضاحه بعناية فائقة تحت هذا العنوان بمدى تأثير بعد زماني ومكاني واجتماعي معين على نمط حياة معينة. الموضوع الذي ركزت اهتمامي عليه باستفاضة في قضية الأسلوب كان بشأن أن الوقائع الاجتماعية حقائق منشأة بيد الإنسان. هذا الأمر مهم لدرجة أنه في حال عدم تشخيص معانيه السليمة بشكل صحيح فقد يؤدي الشروع بأي نشاط تعبوي إلى تحويل التعلم والمعاني إلى أرضية خصبة لانتعاش الجهل وعدمية المعنى. ما أركز عليه هو أن الجهل السائد في الحداثة الرأسمالية أفدح من جهالة أبي جهل الذي لعنته ونبذته الأديان الكبرى أثناء انطلاقتها. ربما كانت المدرسة الوضعية العلة الأساسية في ذلك، كونها دينا منطلقا من المادية الأكثر اضمحلالا. فهذا الدين الذي يمكننا وصمه بالظواهرية هو بطبيعة الحال ميتافيزيقي نظرا لمزاياه التي هي ثمرة من نتاج ذهنية الإنسان. لهذا السبب بالذات أسهبت في فصل الأسلوب في التطرق إلى كون الإنسان كائنا ذا طبائع ميتافيزيقية من جهة ذهنيته، لكن الوضعية عاجزة وربما دون وعي عن الانتباه إلى أن هذه الظواهرية ليست إلا وثنية العهود القديمة وبأسوأ حالاتها وأكثرها اضمحلالا. لذا فأني أشدد على طرح ادعاء بكون الظواهرية تساوي الوثنية، فالظواهرية ليست شكلا لتفسير حقيقة ما، وهي ليست فلسفة العلوم المعتمدة على الظواهر مهما زعمت أنها كذلك، حيث من المحال وجود فلسفة كهذه، فكل ما تقع عليه العين وكل ما تسمعه الأذن هو ظاهرة بحد ذاتها، بل وكل حس هو ظاهرة. بالتالي فأي متهور أو جاهل يمكنه الزعم بأن هذه فقط هي حقيقة الكون. فحسب رأي أفلاطون لا يمكن اعتبار الظاهرة مظهرا أو انعكاسا، وقد تكون وفق وجهة نظر نيتشه إدراكا بسيطا ليس إلا. بالإمكان التركيز على الصلة بين الظاهرة والإدراك تماما مثل ما ركزنا على العلاقة بين الذات والموضوع. كم هو مؤسف أن الحداثة مجرد صورة حياة منشأة على أساس الظواهرية. استخدام مفردة صورة هنا عن وعي، ذلك أن الحداثة متعلقة بأكثر أشكال الحياة سطحية لا بجوهرها. أما مقولة أدورنو الحياة الخاطئة لا تعاش بالصواب والتي ذكرها وعجز عن تحليلها فليست إلا محصلة لخيبة الأمل والقنوط اللذين ألما به تجاه الإبادة العرقية لليهود. في هذه العبارة يكمن مربط الفرس، إلا أنها تفتقر للإيضاح. أين هو الخطأ الأولي في الحياة؟ من هم المسؤولون عن الحياة الخاطئة؟ كيف أنشئت؟ وما صلتها بنظام المجتمع السائد؟ ما من ردود على هذه التساؤلات وما شابهها من تساؤلات أخرى، بل تم الاكتفاء بإرجاع جذورها إلى مرحلة التنوير والعقلانية، في حين أبقي على الموضوع أي على شكل الحياة الخاطئة يكتنفه الغموض. ثمة جهود مماثلة لدى ميشيل فوكو أيضا، حيث يكتفي بالقول الحداثة موت الإنسان ويتركها وشأنها. فكيف لفيلسوف شهير لهذه الدرجة أن يحشر موضوعا حيويا كموت الإنسان في جملة قصيرة ويلتفت عنه؟ فلا معنى للقول إنه كان سيسلط الضوء عليها، لكن الموت المبكر لم يدعه. ذلك أن الحقيقة المهمة والتفسير الجدي يستلزمان التنوير والإيضاح حتى ولو أثناء التقاط الأنفاس الأخيرة. فمثلا لم يهمل كوبرنيكوس حتى وهو على فراش الموت التوصية بنشر مؤلفه الأخير الذي يقول فيه إن الأرض تدور حول الشمس. وثمة الكثيرون من أمثاله من المفسرين للحقائق في الغرب والشرق على السواء، لكن ولأن نقاد ما وراء الحداثة قد تلطخوا بالكثير من الآثام التي اقترفتها الحداثة بحق الحياة، فهم يتطرقون للحقائق بخجل. بمعنى آخر، فالمنغمسون في العبودية والسلطة والمستقون من منهاجها المعرفي والملوثون بها إنما يلجؤون إلى نفس الأسلوب المشترك، إنه أسلوب تهكمي ترميزي لحد ما. أكرر مجددا أن ما نسعى لإيضاحه هو موضوع تصورات الحياة الخاطئة والحياة الصائبة. فهل من الممكن أن تكون الحياة التي فرضتها جميع المدنيات القديمة الأخرى وليس الحداثة الرأسمالية فحسب قد صيغت بتصورات صحيحة؟ وبدءا من الكهنة إلى الآلهة الملوك السومريين، ومن آلهة الملوك المصريين إلى أكاسرة إيران، ومن الإسكندر إلى أباطرة روما،
ومن سلاطين الإسلام إلى مونارشي أوروبا،